يلعب زيه. ولما بيسألوا أرجون هو ليه بيتكلم في الموضوع ده، بيعرفوا إن عندهم في الفريق منصب مساعد مدرب، وهو شايف إن أرجون أنسب واحد للمنصب ده. لكن أرجون بيقول إنه اعتزل الكريكيت من 10 سنين ومش ناوي يرجع لها تاني. ومن كلامهم بنعرف إن أرجون بطل الكريكيت من 10 سنين لأنه كان المفروض تم اختياره إنه يلعب لمنتخب الهند، لكن بسبب الواسطة اتشال اسمه واتحط مكانه حد تاني، وساعتها قرر يعتزل. ولما بيمشي عشان يروح ياخد كتاب من المدرسة وبيروح بيه المحل الأدوات الرياضية عشان يجيب له التيشيرت زي ما وعده، بيعرف هناك ساعتها إن سعر التيشيرت 500 روبية، وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة له. عشان كده بيضطروا يقولوا الكتان إن التيشيرت خلص من المحل وهيستنوه ينزل تاني. وتاني يوم لما بيكون لوحده مع فيديا بتعرفوا انهم اتاخروا في سداد فاتوره الكهرباء، وهي سايباله 100 روبيه عشان يسدد الفاتوره لانه اخر يوم وهيقطعوا عليهم الكهرباء. وساعتها بنشوف ان ارجون بيطلب منها 500 روبيه كمان عشان يجيب لكيتان هديته. ومن كلامهم بنفهم ان ارجون كان شغال في شرطه مراقبه الاغذيه، لكنهم اقلوه من شغله من فتره، ومن ساعتها هو قاعد في البيت ومستني اجراءات